مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا في حلقة جديدة من حلقات البودكاست. عايزين نقول بقى كل متابعينا وكل الشعب المصري وبره والعربي مصر وكل الناس اللي بتتابعنا بالظبط. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله كده يكون عيد سعيد على الجميع. رمضان جري رمضان جري ما يا حسناش حسناش بيه بيه بالظبط. يعني لسه اخويا من قال جه يوم الاجازه قعد معانا اتفرج على المسلسل. قال ايه ده الحلقه الحلقة ال17 17 هو عدى 17 يوم من رمضان. ايوه حبيبي حس ان كان فاكر انها السبعة قال 17 اتفاجئ ايه ده 17. فالموضوع رمضان جري بالظبط جري بالظبط. ما حسيناش واحنا بيه. بنسجل لهم لايف النهارده اول يوم رمضان، النهارده اول يوم العيد. احنا رمضان ايه بن... اول يوم العيد، بالظبط. فاحنا لايف في نفس اليوم احنا بنسجل دلوقتي وهنمنتج وننزل على طول احنا وهننزل نعيد على على طول طول. يعني احنا لابسين وجاهزين وننطلق بقى وننطلق. العيد فرحة. ما مش هو ده احنا بناء على طلب الجماهير نظرا بالظبط نظرا طبعا للناس اللي ما شافتش الحلقه اللي فاتت، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا متأخرين بتعملوا ايه؟ متأخرين يا جماعة كتير تمام. جدا. احنا طلعنا الحلقه ترند الاسبوع اللي فات، الحلقه بتاعت الابليكيشن بتاع المكفوفين، مساعده المكفوفين بالظبط بي ماي ايز، ولقينا انه في ناس عندها اسئله كتير في الكومنتات. صحيح فلقينا انه ليه لا ما نكثفش المعلومات ونعمل ابحاث اكتر ونستغل الموضوع. بما ان احنا لقينا حاجه كويسه طب ما نكمل فيها بالظبط. يعني وبما ان انت جالك اسئله كتير على موضوع الابليكيشن وازاي نستعمله وازاي ننزله، ففاطمه قالت لي ان احنا جالنا اسئله كتير جدا، وانا عايزه اشكر كل الناس المشاهدين وكل الناس وكل الناس اللي شافونا وكل الناس اللي تابعوا الحلقه واللي رفعوها ترند، علشان ده موضوع كان يستاهل فعلا. ففي ناس كتير بتسأل على الابليكيشن ازاي نستعمله وازاي ننزله وحاجات كتير، حاجات تكنيكال بقى وكده. ففاطمه قالت لي ان احنا لازم نعمل بقى جزء تاني نتكلم عن الموضوع بالتفصيل. واللي لسه جاي النهارده بيشوف الجزء التاني يروح شوف الاولاني، روح شوف الجزء الاولاني بقى عشان تعرف احنا بنتكلم عن ايه. كنا بنتكلم عن ايه. هنحط اللينك في الديسكريبشن او في اخر الحلقه هتشوفوها. بعد ما تشوفوا الحلقه دي روح شوفوا الحلقه التانيه، بحيث ايه كل حد يتفرج يبقى عنده الصوره كامله. بالظبط. تمام. فانا ايه الناس طلبت ادينا انا بقى. وفيت. ايوه انا وفيت والله ما قصرت والله ما قصرت. احنا من اسبوع لما اتكلمنا عن الابليكيشن قلت لك ايه سجلوا يا جماعه والكلام ده كله. فقلت ايه طيب من باب اولى أسجل. اللي قال النصيحه اسجل انا بالظبط. تمام. ادينا موجز سريع كده عن البرنامج بيتكلم عن ايه. موجز سريع اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت ان ده ابليكيشن انت بتنزليه وبتسجليه، يا اما انت شخص من المكفوفين يا اما بتسجل كمتطوع. انت بتعمل ايه؟ بتسجل ان انا افيلبل ان انا يجيلي مكالمات. فكره الابليكيشن ان انا بيجيلي مكالمه فيديو حد من اصدقائنا المكفوفين بيبقى طالب مساعده في حاجه مش شايفها. بيشوف تاريخ صلاحية، بيشوف اسم دواء، اسم منتج، بينقي انا عايز اللبن الخالي الدسم مش عايز الكامل الدسم في السوبر ماركت. وتفر ايه الموضوع. الهدوم مش مرتبة فجأة طلعت حاجة مع حاجة مش مظبوطة، طب ده لون ايه وده لون ايه كده. فالشخص بيفتح وبيعمل مكالمة. العظمة الابليكيشن انه بيتصل ب10-15 في وقت واحد. ايوه علشان انا ما اتصلش بحد ما يردش وما اتصل بالتاني فالموضوع ياخد وقت طويل. فهو لان طبعا انت اوكي تمام انت مسجله بس انت مش افيلبل انك بتردي ممكن في هذا التوقيت. طب انا مش افيلبل ان انا ارد على طول سايقه بتاع نايمه كده لان الابلكيشن انترناشونال. بالظبط. فرق توقيت وحاجات زي كده كتير ممكن بالظبط. فبيتصل ب10-15 في وقت واحد. اللي بيلقط المكالمه اول شخص بيرد بيفصل من عند بقيه الناس، بيقفل عند الباقي. انت بتختاري اللغه لما بتسجلي على الابلكيشن، عربي انجلش
هنشوف دلوقتي بيانات عن الابلكيشن. إمم. في لغات كتير، بتختاري اللغة فبيجي لك شخص مسجل بنفس اللغة اللي انتي مسجلة بيها عشان تعرفوا تتكلموا. بالضبط، بالضبط. فأنت هتقدر تساعد أي حد أنت مدخّل اللغة، تقدر إن أنت تتواصل معاه باللغة بتاعته. بالضبط. إمم. فيقول لِك إيه، مساء الخير أنا عايز أعمل 1، 2، 3 أنا توجّهيه. محتاج المساعدة في الحتّة الفلانية، عايز بالضبط. أشتري حاجة، في حاجة أنا ناقصاني، مش شايف، قُل مش لي شايف إيه. الدوا ده كذا فهي نوع من أنواع المساعدة واللي إحنا اتكلّمنا عليها في رمضان، إن إحنا بنحاول نساعد ناس كتير، وده بشكل نوع من أنواع المساعدة الجديدة بقى. بالضبط، إن إمم. هي مش كل حاجة تبقى عينيّة وأكل وفلوس وكده، فلوس في ناس وأكل وكده بتحتاج نوعيات من المساعدة أنتِ ما كنتيش مختلفة. متوقعاها أو مش عاملة بالضبط، حسابها، بالضبط. أو إن إحنا بنقول إيه، إن إحنا ساعات بنبقى عايزين حاجات وما بنبقاش مركّزين إن إحنا نحمد ربنا على النِّعَم اللي already موجودة، فأنتِ قادرة إن أنتِ تف تف ت تفتحي وتتفرّجي وتنقّي الحاجة وخلاص، ودي إمم. حاجة في حد بالضبط. تاني بيدوّر يتصل بحد ييجي يساعده، يساعدوا إنه ينقّي حاجة فنعمة أو إنه النظر نشكر ربنا عليها كلّنا بالضبط. طبعًا. فده اللي إحنا اتكلّمنا فيه إمم، الأسبوع إمم، اللي فات. إمم. ف قولي لنا بقى أنتِ إيه الجديد بقى الحاجات اللي اتطلبت منِّك وإيه المعلومات اللي إحنا عايزين نضيفها؟ بالضبط. فأنا إيه، قُلت إيه، طيب أنا أعرف مين الناس الشركة القائمة على الموضوع، الفكرة بدأت إزاي، لإن أنا اتفاجئت إنه على السوشيال ميديا لقيت في community للناس اللي بتستخدم الapplication ده، فلقيت منزّلين posts من 10 سنين، إمم. فقُلت هو إحنا فين، كنا فين من إيه 10 ده! سنين، كنا يعني ده فين؟ موجود من 10 سنين ولسه ما وصلّيناش، إيه ده! بالضبط، بالضبط. ف قُلت إيه طيب، رُحت قُلت طَب أنا يعني لازم أعمل بحثي بقى، يعني إمم، إمم، أجمّع إمم، معلومات. إمم. فجِبت شوية معلومات عن الapplication وبعدين نروح لاستخدام الapplication نَفْسه. ماشي. مؤسِّس التطبيق واحد دنماركي، دنماركي، تمام، تمام، تمام. اسمه هانز whatever بقِت اسمه إيه، هانز أيوه. يورجن ويبرج، تمام. هو تمام. نَفْسه إمم. كفيف أو ضعيف البصر. تمام. إمم، إمم. اشتغل مع منظمة اللي هي مخصصة للمكفوفين، إمم، إمم. علشان يوفّروا له ناس تعمل الapplication، لإن هو جات له الفكرة إن هو يعمل الapplication ده، وراح للناس اللي هم بيقدّموا الخدمات للمكفوفين. أنتِ لمّا تروحي لأي مؤسسة خاصة بفئة من الناس، بيبقى عندهم الخدمات اللي بتُقدّم لمساعدة هؤلاء الناس، بالضبط. تمام. إمم. فهو بقى عمل الapplication ده إمتى؟ إمم. 2012. يا الله! ما شاء الله. إحنا 2025، 2012. 2012 فإحنا متأخرين أوي. متأخرين أوي. فين يعني فين رجال الأعمال في مصر والناس اللي بتعمل مشاريع أو المؤسسات. الapplication ده ما جاش ليه عندنا في مصر وما اتفعّلش ليه؟ بالضبط، أو المؤسسات اللي للمكفوفين، أو إمم. يعني الدور اللي مسؤول عن بالضبط، الناس دي، هم بالضبط. من باب أولى الناس اللي هم يروّجوا لحاجة زي كده. يعني إمم. الموضوع بيخصهم بالدرجة الأولى، فأكيد حد جه عنده خلفية عن الموضوع أو حاجة، فطَب ليه ما نفعّلش ده في مصر أو في الدول العربية يبقى موجود؟ بالضبط. إحنا في حلقة من الحلقات الجاية هنتكلم على موضوع الإعلانات والكلام ده، إمم. ولكن معلومة صغيرة بسيطة، بدل ما نعمل إعلانات نقول للناس نشحت ونمشي نشحت على الناس إمم. واعتراضنا على هذا الموضوع، إمم. هنبقى نتكلم في التفاصيل فيه هنتكلم عنهم بعدين، بالتفاصيل بقى، ولكن نتكلم عن كل الحاجات اللي جات في رمضان، وإيه الحاجات اللي بالضبط، عجبتكم وإيه اللي فانتظرونا ما عجبكوش. في أيام العيد إمم. حلقات حصرية. إمم. إن شاء من الله. باب أولى إمم. إن أنا لمّا آجي أعمل إعلانات أروّج لهذه الapplications الحاجات اللي المهمة دي. بتساعد الناس، مش كل بالضبط. حاجة أطلع إمم. أشحت على الناس ألِم فلوس، أوكي ماشي، بالضبط. الفلوس بتجيب أجهزة وبتبني مباني إمم، والكلام ده كلّه، إمم. ولكن مش كل الناس عندها المقدرة إن هي تعمل حاجة زي كده، بالضبط. تمام، إن هي تتبرّع بفلوس في وسط الاقتصاد آه. المنيل اللي إحنا عايشين فيه، بالضبط، فلو حد بالضبط. يقدر يساعد إمم، بكيفية أخرى إمم. why not؟ بالضبط. تمام. فإحنا إيه، هو عمل في عارفة الشركات البرامج اللي في التلفزيون اللي بتجيب الشركات اللي هي الحديثة الstart up ويروجوا إمم، لهم، إمم، إمم، تمام. إمم. فهو كان في حدث start up في 2012 في الدنمارك، تمام. هم عرضوا الapplication هناك، وانطلق الapplication انطلق رسميًا في 2015. إمم، نزل الأول على أيفون التليفونات إمم. الأبل، وبعدين بعدها بفترة نزل على الأندرويد، بقى متاح كويس. للتليفونات الاتنين. آه. وخلال 24 ساعة من إطلاق الapplication في 10,000 شخص سجّل.
على طول أيوه، اول أيوه. ما تم اطلاق رسميا الابلكيشن. كويس. بذرة الفكرة ان هو الشخص اللي هو اسمه هانس هانز. قال انه بيستخدم مكالمات فيديو مع اهله عشان يساعدوه في الحاجات اليومية. فهو قال ليه المساعدة تكون محصورة في شخص واحد، ليه ما نخليش العالم كله يساعد؟ بالضبط، يعني هو كان بيستعمل هذه الفكرة. الكيفية دي في حياته، إن هو ممكن مسجّل عنده أرقام أهله يتصل ويتصل بيهم مكالمة ويفتح فيديو يقول لهم إيه المشكلة اللي مقابلاه، فطَب ساعدوني في يساعدوه. الحتّة الفلانية، هات اللي على اليمين، هات اللي كذا، فقال طَب ليه ما نعمّمش الكلام ده؟ بالضبط، إنه يبقى إمم، لكل الناس. إمم، وصل دلوقتي ل9.000.000 متطوع و900,000 كفيف، إمم. شغال ب180 لغة. ما شاء الله، 180 لغة، ده كتير جدًا. بالضبط. فمؤخرًا في سنة إمم. 2024 تم إضافة AI بحيث إن الشخص الكفيف يقدر يصوّر حاجة معيّنة والAI يرُد عليه يقول له اللي في الصورة دي كذا، كذا. إمم، يعني أنا إمم، دلوقتي لمّا باجي أستخدم الAI باقدر إن أنا أدخّل له صورة إمم، مكتوب فيها كلام إمم، ويكتب لي الكلام اللي في الصورة، إمم. فالAI بيقدر يقرا اللي مكتوب اللي بيقرا معمول في الصورة الصورة سواء كانت رسمة أو أو كتابة كلام. أو كلام. هم عندهم الfeature دي في الapplication إنِّك إمم، أنتِ تقدري تصوّري صورة على طول snap كده إمم. والAI يرُد عليكِ يقول لِك إيه اللي في إيه الصورة. اللي في الصورة؟ فالapplication فيه الاتنين، بني إمم، آدم والAI. إمم. تمام. ف دي كانت المعلومات اللي أنا جمّعتها عن الapplication نفسه بدايته ومين اللي عمله، الدنمارك بقى، هو في أساسي الدنمارك، بدأ في الدنمارك. وبقى international إمم، إمم، يعني إمم. في كل اللغات. دلوقتي 180 لغة، فكلنا هنلاقي اللغة بتاعتنا أكيد. بالضبط. إمم، إمم. نخش من الجزئية ديًّا إن أنا أقول لهم بقى إحنا سجّلت على الapplication. طريقة التسجيل بقى. إمم، في فيديو هيتعرض قدّامكم دلوقتي أنا سجّلت screen record الprocess بتاعة التسجيل على الapplication. الموضوع بسيط جدًا. إمم، أنا مجرّد ما فتحت الapplication طلّع لي صورة قال لي مساء الخير في 9.000.000 متطوع و900,000 كفيف. إمم، أوكي، أوكي. إمم، قال لي دخّلي الإيميل، سجّلت بالإيميل. إمم، وبعدين قال لي أنتِ اسمي، حطيت فاطمة. إمم، وبعدين قال لي أنتِ volunteer متطوع والّا blind كفيف؟ إمم. فقُلت له volunteer. قال لي تمام كده أنتِ سجّلتِ. سهلة جدًا. بس خلاص. ما فطريقة فيش التسجيل سهلة مش صعبة، بالضبط. وهتبان دلوقتي في الفيديو زي ما فاطمة زي ما قالت أنتم إحنا شايفين. هي عملت التسجيل إزاي. وبعدين أنتِ بقى إيه، الميزة في الموضوع كمان إن أنتِ لمّا الشاشة متقسّمة، يعني إمم، أنا هابقى آخُد منها screenshot يشوفوها. إمم، الشاشة كلّها متلونة أزرق إمم، ومكتوب فيها إنه لو أنتِ شخص من المكفوفين اللي مكتوب فيها call volunteer اتصل بالvolunteer. طبعًا كل واحد عامل تليفونه بلغة الapplication هيقلب باللغة بتاعته. إمم، يعني الناس إمم، اللي هتعمل اللي عاملة تليفونها بالعربي إمم. الapplication هيقلب بالعربي. هيقلب عربي عندهم. آه. فهو اتصل الم متطوع المتطوع. في الشاشة كلّها. إمم، بapplication هادي، إمم. ما فيهوش زحمة وزراير كتير تدوسي. ما فيش فاللي حاجات كتير مطلوبة من الراجل اللي هو الكفيف علشان ما يبقاش هو ما عنده. يدوسش على أكتر من حاجة. بالضبط. فسهولة البرنامج سهل الاستخدام. سهل الاستخدام، لإن آه، أنا باشوف أنا جمهوري مين آه. وب وب باعمل لهم باقلل له برنامج الصعاب. يساعدهم، مش باعمل بالضبط. لهم برنامج يعوّقهم. يعوّقهم. بالضبط. دي كانت حاجة رائعة جدًا، جميلة جدًا. رائعة جدًا. أيوه، أيوه. وبعد كده أنا بقى كمتطوع على إمم، الناحية الأخرى إمم، أنا ما فيش حاجة كاتب لي جملة بيقول لي لمّا حد يتصل بيكِ رُد، بس خلاص. إمم. ما فيش أي
زحمة في ما فيش الموضوع، يعني حاجات ما فيش accessories وover كلام تحسس كتير. الناس ان هو الموضوع صعب في التعامل او حاجة زي كده. بالضبط. أنا لمّا نزّلنا الحلقة الأسبوع اللي فات، تاني يوم عملت هذه الخطوات، سجّلت والكلام ده كلّه. لحد دلوقتي بقى لي أسبوع لسه ما جاتش مكالمة، كان أيوه. عندنا أمل إن إحنا تيجي مكالمة. كنا عايزين تيجي مكالمة ونسجلها عشان نوريكم احنا يعني فعلنا فعلا البرنامج، والبرنامج اشتغل معانا ازاي، عشان كل الناس اللي سألت عن تفاصيل. بالضبط، وإن إحنا نورّي تجربة تجربتنا مع يعني اللي احنا حقيقية مع ردينا على حد. ولكن طبعًا الموضوع قابل للصُدفة. بالظبط. يعني أنتِ وقت ما تيجي المكالمة تيجي. بالظبط صح. تمام. آه. إحنا انتظرونا بقى في أي يوم من الأيام، عشان كده اعملوا سبسكرايب بعد إذنكم، اعملوا لازم سبسكرايب لايك علشان وسبسكرايب أول ما تنزل short تلاقوا إن أول ما هتيجي مكالمة هنصورها على طول، وممكن تنزل في الshorts بقى، يعني ممكن مش شرط نعمل لها حلقة، ولكن ممكن تنزل في الshort إن إحنا استقبلنا مكالمة. بالضبط، نورّي تجربتنا إزاي إحنا جات لنا مكالمة وردّينا عليها وساعدنا حد، بحيث إنها تبقى برضه للي عنده لسه أي تساؤلات، فهتبقى هي حاجة بالنسبة له خلاص واضحة. توضّح له طريقة التعامل مع الapplication إزاي. بالضبط. إمم. الموضوع ظريف جدًا. سهل وجميل جدًا، ونوع من أنواع المساعدات اللي هي المطلوبة في الفترات اللي جاية، لإن إحنا بقى لنا كتير جدًا بقينا كلنا متكالبين أوي على نوع أنواع المساعدات اللي هي يالّا نأكّل إطعام ويالّا نعمل شنط الأكل، ويالّا نعمل صناديق الأكل، ويالّا نعمل إن إحنا نبعت فلوس ومستشفيات وحاجات زي كده، وإحنا ناسيين أنواع مساعدات تانية أخرى كانت المفروض يعني برضه إن إحنا ندّيها وقتها هي كمان. بالضبط. أنا لمّا لقيت إن إحنا لسه ما جاتلناش مكالمة، والكلام ده يعني live النهارده الصبح، يعني أنا جمّعت هذه الأشياء المعلومات دي النهارده كلّها الصبح. النهارده الصبح. ليه بقى؟ لإن أنا لمّا لقيت إن إحنا ما جاتلناش مكالمة لحد دلوقتي، قُلت طيب أشوف تجارب الناس الآخرين، بالضبط. يعني الناس اللي حكت تجربتها مع الapplication نجيب التجارب بتاعتهم علشان نسمعها. فأنتِ ما فجمّعت. رضيتيش تتأخّري وتنتظري لغاية أمّا ييجي لِك مكالمة، فقُلنا إن إحنا تبحث هي في البرنامج وتشوف إيه الحاجات اللي هي الناس اللي تعرّضتها وهي بتعمل بتستخدم مكالمات الapplication. أو بتستخدم الapplication تعرضها معانا النهارده، عشان برضه اللي عايز يسجّل في الapplication يبقى فاهم إيه الدنيا. بالضبط. فأنا جِبت لكم mix، يعني معانا 3، 4 تجارب كده ظريفة جدًا. كويس. تمام. أول حاجة، أول واحدة بتقول: أول مكالمة، ولكن قلبي يعني اتضايقت شوية. إيه اللي حصل؟ بتقول لسه مخلّصة أول مكالمة ليّا وكانت رائعة، الشخص كان ذوق جدًا، حسّيت بإحراج بسيط لمّا طلبت منّه يفتح النور. أوكي. لإني مش شايفة كويس بسبب جودة الفيديو، بس في الآخر الدنيا مشيت تمام. فهي اضطرت تطلب منه افتح النور عشان أنا أشوف، عشان عشان أنا أشوف، أنا لإن مش الشخص الإضاءة ما اللي قاعد كانتش مش محتاج هو يولّع مش النور. هو مش محتاج يكون عنده إضاءة عالية علشان أو إضاءة كويسة، لإن هو فرق الإضاءة بالنسبة له مش أساسي، يعني يولّع فلو النور أو حد ما يولّعش النور ده مش أساسي بالنسبة له. بالضبط، فلو هو بياخد يعني هو ما مبالغ خدش باله إن بسيطة هو المفروض يولّع النور قبل ما للي يكلم شايف. حد عشان يقدر يساعده في إن هو بالضبط. يختار الحاجة المعينة اللي هو عايزها. والناس اللي بتبقى عايشة على المبالغ بتاعة اللي يا هي حبيبتي عشان كده قلبها وجعها إنها بعد اتضايقت، المكالمة اللي هو خلصت. أنا طلبت أنا منه طلب اضطريت، هو أحرجته. متصل بيّا يطلب منّي حاجة، أنا اللي طلبت منّه يولّع النور. أيوه. الأشخاص اللي بتاخد مبالغ بسيطة من الحكومة نتيجة إن هي عندها إعاقة أو حاجة زي كده، ده موجود برّه، ما أظن، ما أعرفش موجود عندنا هنا أو لأ، اللي هي المبالغ اللي بتتصرف من حاجة زي وزارة التضامن الاجتماعي وكده أيوه. للناس اللي عندها إعاقة، فهيوفّر الكهربا. أنا مش محتاجة بالضبط. أولّع النور. فأنا مش محتاجة أولّع النور، فمش هو بييجي كحد. لذهنه أول حاجة إنه يولّع النور. صحيح، صحيح. فهي حست إنه إن هي اتحرجت يا عيني، طب ممكن تولّع النور تولّع عشان النور أعرف أساعدك في عشان الحاجة اللي أعرف أنت متصل أساعدك. بيها صح. أيوه، الموضوع كان صعب. آه. ف أيوه. بتقول: بجد الموضوع لمسني جدًا، حسيت إن نفسي أقدر أساعد أكتر من كده.
معانا تجربة تانية بتقول بتحكي أول تجربة ليها. أول إمم. تجربة مش مثالية ولكن مؤثرة. إمم. بتقول أول مكالمة جات لي النهاردة من سيدة محتاجة مساعدة تعرف شوية حاجات. إمم. كنت متحمسة جدا بس للأسف الفيديو ما كانش بيظهر، الشاشة كانت بتعمل لودنج طول الوقت. كنت سامعاها كويس الحمد لله، فاستخدمت خاصية الصور دي، خاصية في الايفون تقريبا، ان هي تاخد سناب شوتس اكنك بتاخد سكرين شوت اكتر من مرة إمم. عشان يبان ايه اللي في الفيديو عشان بيفضل يحمل. فلما إمم. تظهر الحاجة تقوم واخدة سكرين شوت عشان تبص عليها كصورة، ما ما تستناش تستناش الفيديو يحمل الفيديو. عشان تعرف إمم. تساعدها. إمم. عشان اشوف قدرت اساعدها تعرف نوع اللبان اللي كان قدامها، الوجبة ايه، في وجبات بتبقى جاهزة فبيبقى إمم. مكتوب على العلبة الوجبة ايه. إمم. ساعدتها قلت لها الوجبة ايه اللي كانت قدامها، واتأكدت ليها من الوقت اللي حطيته على الميكروويف انه الوقت الصح. إمم. هي كانت لطيفة ومتفهمة، بس بصراحة الموضوع كان محبط شوية في حتة اللودنج وكده. إحساس إني ساعدت حد يستاهل جدًا. إمم. فدي من ضمن الحاجات برضه، وده من 6 سنين، إمم. فبرضه طبعًا في تطورات على الفترة دي الapplication ما دلوقتي، كانش ممكن يكون كان جودة لسه التصوير. في ال تمام. واحدة بتقول إيه، المساعدة تحولت لصداقة. حلوة جدًا. استخدمت التطبيق كتير إمم. وساعدت فيه مكالمات بسيطة يومية. إمم. مرة جالي اتصال من بنت من الجزائر، كانت بس عايزة تتكلم. وافقت طبعا وبقينا بعد كده على تواصل على السوشيال ميديا، وكنت أساعدها أحيانا بنصايح في الحياة. النهاردة حصل نفس الموقف تاني بعد ما ساعدتها في اختيار لون. فضلنا نتكلم وسألت لي لو ممكن نكمل كلام على الواتساب. وبصراحة ده مش اللي كنت متوقعاه من الابليكيشن، بس يمكن عشان أنا قريبة منهم في السن وبحب أتكلم. مش عارفة إذا حد غيري مر بتجربة زي كده، فممكن هي الشخص اللي اتصل بيها في نفس السن فحسب واحدة شوية فلقيت شخص ظريف. ودود في الكلام فاتقربت ليها إن إحنا نبقى أصحاب وإن إحنا نكمّل كلام على الواتس علشان هي بقى خلاص الحاجة اللي هي عايزة تسأل عليها لون الحاجة المفضلة ليها خلّصت خلصت وساعدتها ساعدتها في فيه، الحاجة فممكن نكمّل ونبقى أصحاب على الواتس، فدي حاجة كويسة دي يعني. حاجة ظريفة جدا انك انت أيوه. تصادف انك تكلمي حد من تكلّمي نفس حد السن ويطلع او نفس من نفس السِن الثقافة. ويبقى بالضبط في سهولة في إن إحنا نفهم بعض ونتكلّم ويبقى في حوارات ونفتح كلام مع بعض. بالظبط. ده بقى موقف محتاج يخلّينا إن إحنا كناس بتشوف إمم. ناخد بالنا من اللي حوالينا، آه. ويرجعنا دائمًا إلى إنه عمل خير كبير جدًا إماطة الأذى عن الطريق في آه. الأماكن العامة. أيوه، أيوه، ما دي برضه الحاجات اللي أنا كنت باقصد بيها إن إحنا كُلّنا متكلّبين على قصة إن إحنا بنساعد بأكل وبنساعد بفلوس وبنساعد مستشفيات وبنساعد حاجات، ولكن بالضبط. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، آه. وإن أنت تساعد بيها حد تاني. إحنا ممكن يعني نسيب حاجة تبقى عاملة مشكلة طوبة أو حاجة تعمل تأذي حد، و ولو كنا شِلناها يبقى إحنا عملنا نوع من أنواع المساعدة برضه، حاجة كويسة جدًا. بالضبط. بيقول واحد شاب بيقول ردّيت على مكالمة وساعدت راجل مع الكلب الservice dog بتاعه اللي هو ماشي معاه. آه. تمام. يمشي جوّه المول. إمم. مول. إمم. بصراحة اتصدمت، عدد الناس اللي شافت الراجل وما حدش حاول يساعده كان كبير جدًا. إمم. وكمان الممرات كانت مليانة ترابيزات وديكور في النُص بشكل غريب. أنا إمم. اشتغلت قبل كده في محل من ضمن المحلات في المول، وكان دايمًا المدير بتاعي يركّز إن الممرات تفضل فاضية لذوي الإعاقة، ودلوقتي فهمت ليه ده مهم جدًا. فهو إمم. الراجل في الشارع وسط الناس ومعاه كلب الservice dog، واضطر يتصل بحد عشان باين له اتكعبل يساعدوا. في كذا حاجة، آه. فمحتاج حد شايف يمشي جنبه. إمم. 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 هو الممرات اللي موجودة في المول في ترابيزات كتير محطوطة وحاجات، فهو كل ما بيمشي بيخبط في حد والناس ما حدش بيساعده، فاضطر إن هو يتصل وده بحد. نظرًا كمان لأن هو معاه الservice dog الكلب اللي بالضبط. بيساعده. بيوجّهه، إمم. ولكن لو أنا برضه. بادوّر على حاجة أو أنا كده خبط في حاجة
برضو الكلب مش هيبقى فعمال فاهم قوي. يعني يخبط في الناس ويعتذر وكده على اساس ان هو مش واخد باله. بالظبط. وخصوصا الكلاب السيرفيس دوج بتبقى مهمة في ايه، انه مثلا يركب القطر، مثلا يركب العربية الصح، يعدي الطريق، يطلع السلم، ينزل السلم، يمسك منه حاجة. يعني الكلاب ما بتفهمش قوي ان هي تشيل حاجة من قدامه، بتبقى مدربة على حاجات على معينة ان حاجات هو معينة، تعدية تساعده طريق، في يركب تعدية في مترو، حاجة، انما ما بتشيلش حاجة من قدامه. ما بتشيلش حاجة من قدامه، اه مش قوي، او ما بيبقاش امم مدربين على حاجة زي كده قوي. امم فخصوصا لو انت مثلا جوه سوبر ماركت، عارفة لما امم بتلاقي الناس بتفضي الكراتين وترص الحاجات، بتبقى اه سايبة الكراتين في الارض، سايبة فلو الكراتين انت في مش الارض. شايفة هتخبطي في الكرتونة. بالظبط. فمش شرط الكلاب تفهم الموضوع ده قوي. فانت امم متخيلة بقى اللود اللي علينا احنا كناس امم بتشوف، امم يعني من باب اولى احنا نعمل ده. احنا نمهد لهم الطريق، نمهد لهم الاماكن الخاصة بتاعتهم على اساس يعني ما نعوقهمش اكتر، كفاية اللي هم فيه فعلا يعني. بالظبط. في بقى ده موقف معانا ممكن يبقى مضحك شوية. ايوه. بيقول الحماس ضيع المكالمة. سجلت في التطبيق امبارح وكنت متوقعة الموضوع ياخد وقت عشان يجيني أول اتصال النهاردة، وأنا قاعدة على الكنبة فجأة جالي إشعار. وقفت بسرعة وأنا متحمسة جدا، بس ظهر لي حاجة ما قريتش ايه اللي فيها، ودوست نو، وبعدها مفيش أي مكالمة. أنا مش عارفة ايه اللي كان مكتوب في الرسالة اللي طلعت قدامي فجأة دي. هي من كتر ما هي متحمسة داست غلط، قفلت بدل ما وما ما قريتش، ترد. يا لهوي. يعني ما قريت، طلع رسالة طلع رسالة فما مكتوبة لحقتش ان تقراها هي بتقبل واتشالت. المكالمة او حاجة، اه وهي قالت نو، امم وبعدين المكالمة راحت. اوه. وقاعدة بفكر كان مكتوب ايه. واضح ان الحماس زيادة عن كان زيادة عن اللزوم، فلو ما بالظبط. لحقتش تقرا الكلام اللي مكتوب عشان تجاوب يس ولا نو صح، ارد ولا بناء لا على ولا اعمل ايه. ايه؟ ايوه. تمام. ما لحقتش تقرا الرسالة وقالت نو على طول. وقالت نو على طول من غير ما فدي تقرا. بتبقى حظوظ بقى، احنا مسجلين بقى لنا اسبوع ولسه ما جالناش مكالمة، وفيها ناس سجلوا وجالهم مكالمة تاني تاني يوم يوم كان على مكالمة طول. على طول. فدي آه. كانت مجموعة من المواقف معانا، ناس بتحكي تجاربها، الناس اللي بتتكلم على على الكوميونتي في السوشيال ميديا وكده. بوستات بقالها عدد سنين كتير. الابليكيشن مش واخد سكسي دلوقتي، في ناس كتير متطوعة وسايبة التليفون، ومفيش حد فكر انه ننشر الموضوع. بالظبط. انا اللي فارق معايا احنا عندنا 9 مليون متطوع، انا تمام، خلاص كده. بالظبط. انا هدفي من الحلقات دي انه جماعة لو حد حواليكم من المكفوفين خليهم يسجلوا، سجلوا لهم على تليفوناتهم. بالظبط. يعني احنا بقى بدورنا كناس بتشوف نقدر نساعد اكتر الناس اللي هي مكفوفين فعلا، ننزل لهم الابليكيشن عندهم على تليفونهم عشان هم يقدروا يستخدموا هذا الايه الاوبشن موجود بالنسبه لهم الاوبشن ده، ولكن عدد الناس اللي مسجله المكفوفين اصلا 900,000 قليل. قليل، بالظبط. وقصاد 9 مليون قصاد 9 مليون، متطوع، يعني 900,000 قصاد 9 مليون. يعني 10 أضعاف. يعني الناس اللي محتاجة الخدمة قليلة جدا على الناس اللي بتؤدي الخدمة. بالظبط. فانت لو في عندك محيطك، في جيرانك، في قرايبك، في معارفك، في اصدقائك، في الجامعة، في اي حتة، حد من اللي هم المكفوفين، نزل له البرنامج ده على تليفونه عشان هو يقدر يستفيد بيه. لو حد من اللي بيتفرج علينا من المدرسين انشروا الموضوع في المدرسة، حد في الجامعة اتكلموا في الجامعة، بالظبط. انشروا الموضوع، شيروا الفيديو للكوميونيتيز اللي انتوا فيها، بحيث ناس كتير تعرف الموضوع، خصوصا في الفئات بتاعة الناس اللي هي مولودة بمشكلة، او من العميان الصغيرين في السن اللي بيذاكروا بيروحوا وبيجوا بيشوفوا حياتهم، يعرفوا ان في ابلكيشن بيقدر يساعدهم. فاحنا عايزين نوجه اكتر ان احنا نشوف اكتر كمية موجودة قدامنا من المكفوفين اصلا، ننزل لهم البرنامج عشان يقدروا يستخدموه. بالظبط. بس كده ده اللي كان عندنا النهارده. بالظبط. حبينا نعمل استفاضة. لو جات لي مكالمة هقول لكم هنشر لكم هنسجل الموضوع، المكالمة وهننزلها لكم ان شاء الله بإذن بالظبط. الله. جات لنا كومنتات على الحلقة اللي فاتت، الناس بتسأل على التفاصيل، فايه حبينا نعمل الجزء التاني. برضو سيبوا لنا لايكات، كومنتات، عايزين نرفع الحلقة عشان الناس اللي لسه ما شافتش ولسه ما شفتش الموضوع تشوفوا وتشوف الحلقات معانا وتتفاعل معانا. تمام. فانتوا لايك بقى وسبسكرايب وعلوا كده اللايكات بقى كتير عشان تعلوا الحلقة دي علشان ناس كتير تشوفها،
واللي يقدر يساعد حد بإن هو ينزّل له البرنامج عنده من الناس المكفوفين. كل مثلًا لو في حد قريبه أو حد جاره أو أنتم انشروا المعلومة دي في المدارس، في الجامعات، في الحاجات دي، إن لو في حد محتاج البرنامج ده ننزّل له إحنا البرنامج ده على تليفونه علشان يقدر يستفيد بيه. بالضبط. يا رب إن شاء الله يكون الحلقة النهارده عجبتكم، ونقول لهم نشوفكم إيه بقى؟ بكرة. بكرة بقى وحلقة جديدة وحلقة فرفوشة بقى من حاجات فرفوشة بقى عندنا من هنقول إيه رأينا بقى في مسلسلات رمضان وفي حاجات رمضان، وإعلانات وعايزين رمضان. نعرف رأيكم أنتم كمان برضه في كل الحاجات اللي شفناها في رمضان السنة دي، سواء كانت مسلسلات، إعلانات، كله بقى إن شاء الله. فانتظرونا في إمم. أيام رمضان، إحنا كمان عندنا حصري في حصري. رمضان. بالضبط. إن شاء الله بإذن باي الله. باي. يالّا باي باي.